من فترة قصيرة كده شفنا الفنان عادل إمام وهو بيتكرم أعظم تكريم في حياته كلها بصوت محمد هنيدي. بس التكريم ده كان من مهرجان استنى كده. أنا آسف جدا. من أعظم مهرجان جه في تاريخ السينما العربية والمحلية والأوروبية. تمام كده. تمام. المهم بقى إن بعد التكريم ده طلع أولاد الفنان وأعلنوا اعتزال عادل إمام بشكل رسمي، وقالوا اللي هو بيقضي وقت مع أحفاده. تمام تمام. وقالوا جملة كده لازم كلنا نقف عندها، إن عادل إمام عمل اللي ما يتعملش. طب ليه هو عادل إمام؟ ليه يعني على مدار أكتر من 60 سنة تقريبا في الفن هو رقم واحد، مهما مر عليه من أجيال وشباب هو برضه رقم واحد. ليه هو الزعيم؟ وده موضوع حلقتنا النهاردة. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تدعي لأخواتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ياسين محمد من راديو 70 ودي الحلقة 19. عشان تعرف ازاي عادل امام وصل للمكانة اللي هو فيها دي دلوقتي وازاي بقى الزعيم، فانت لازم تعرف عقليته او مدرسته ماشية ازاي. طبعا لان عقليته دي او مدرسته يا معلم هي اللي خلته يبقى التوب طول السنين دي كلها، تفوق على كل الاجيال اللي عاش فيها وعصرها. يكفي اقول لك يعني يا عزيزي المستمع اللي هو تفوق يعني على اسطورة الكوميديا سمير غانم، تفوق على محمود عبد العزيز، تفوق على غول التمثيل أحمد زكي، اللي مش ببالغ وبقول اللي هو من أفضل 100 ممثل جم في تاريخ السينما كلها. كل ده بالإيرادات والإحصائيات، وكل ده وهو موهبته أقل من اللي أنا ذكرتهم لك دول بكتير. مثلا تعال نشوف الفرق بين مدرسة عادل إمام ومدرسة أحمد زكي. مدرسة أحمد زكي هتلاقيه اللي هو مش متنوع خالص، يعني يعمل لك كاركتر أو اتنين في السنة بس يركز فيهم جدا جدا جدا، طلع فيهم كل قدراته التمثيلية. انما عادل امام اسف يعني عنده استعداد يتلون لك في 5 و6 كاركترز مختلفين عن بعض عادي، وده ممكن يبان لك نحت، بس لا يا معلم ده مش نحت، ده ذكاء. وليه بقول لك ذكاء؟ لان ده نجم، والنجم لازم يعلق مع الناس، خصوصا ان زمان كانوا كل الاسر المصرية قبل اختراع الموبايل بقى والكيدز اريا والحاجات دي كانت كل خروجاتهم يا اما مسرح يا اما سينما، والاتنين هتلاقي في وشك عادل امام. في المسرح هتلاقيه، في السينما هتلاقيه يجي في 7 6 افيشات قدام، يعني كده كده هيعلق معاك وهتحبه. يعني مثلا لو ما ضحككش في فيلم هتلاقيه ضحكك في 3. تفهمني؟ يكفي اقول لك يعني ان عادل امام عمل في سنة 1984 7 افلام ب7 كاركترز مختلفة. انت متخيل معايا الرقم؟ وبرضه هتلاحظ الفرق بين عقلية عادل امام وعقلية احمد زكي، في ان احمد زكي مثلا ما بيفكرش غير في التمثيل وبس. يعني انا ما بفكرش الا في دوري اتقنه واروح، بعد كده بقى الفيلم يجيب ايرادات ما يجيبش انا ماليش فيه. انما عادل امام يفكر لك في التمثيل ويفكر لك فيما هو بعد التمثيل، بيفكر لك السوق عايز ايه. وهضرب لك مثال على ده. يعني مثلا هتلاقي عادل امام في بدايته في السينما بيعمل لك افلام تجاريه كده عبيطه ملهاش 60 لازمه، كلها استغفر الله العظيم، يعني انت عارف، زي فيلم البحث عن فضيحة مع ميرفت أمين، ليلة الدخلة مع سهير رمزي، وحاجات استغفر الله العظيم. يعني ده ليه كان بيعمله؟ عشان السوق عايز كده، عشان الناس بتحب كده وتحب النوع ده من الكوميديا ومن الأفلام، فأنا هعمله عشان ينجح. وهتلاقي معظم الأفلام دي اتعملت في السبعينات، في آخر السبعينات، فكانت الناس لسه تقريبا خارجة من حرب وكده، فهي يعني مش هتخش أفلام عميقة وتعرف نفسها، لأ، دي هتخش أفلام كلها كوميديا وضحك وكده يعني. بس شوية شوية لما لاحظ ان الناس ابتدت تتأثر بالافلام اللي بره والاكشن بتاع بره وكده، لا طب انا هعمل لكم اكشن. تلاقيه مثلا زي حنفي القبة، ودايما عنده الجديد، مثلا زي فيلم الانس والجن. اللي بعدها هتلاقي كذا فيلم بقى من نفس النوع اتعملت زي التعويذة مثلا. وبرضه هتلاحظ ذكاء عادل امام في اواخر التسعينات كده، لما ابتدى يطلع جيل هنيدي والسقا والناس دول ابتدوا ياخدوا منه الاضواء. لا، هو يعمل ايه؟ ما يعملش زي ابناء جيله ويركن ويبتدي يشتغل في الدراما، لا، السينما عايز ايه او السوق عايز ايه؟ عايز شباب، طب انا هعمل لك مثلا طيور الظلام، كل الفيلم شباب وانا بس محرك للاحداث.
وهتصدر الإيرادات. وهتلاقي موضوع الشباب ده كمل معاه لحد التجربة الدنماركية، مرجان أحمد مرجان، وفضل الند بالند لشباب المستقبل زي محمد سعد ومحمد هنيدي، وممكن يتصدر عليهم كمان في الإيرادات. وهتلاحظ برضه ذكاء وتطور عقلية عادل إمام في آخر سنينه في السينما. لقى نفسه اللي هو مثلا ابتدى يعني ما يجيبش الإيرادات المطلوبة ويتصدر، لأ أنا هروح على الدراما وهتصدر فيها وهبقى نجم كل رمضان، وهفضل برضه عادل إمام. أهم الأسباب اللي خلته نجح، الكاريزما دي من عند ربنا. يعني مثلا هتلاقيه طلع في الفيلم كل ستات الفيلم بيحبوه متعلقين بيه، وهو يعني لا شكل ولا عضلات، وانت تبقى مصدق ليه؟ عشان هو كاريزما. واللي بيخدم كاريزمته دي هي البرسونا بتاعته، رفعت حاجبه مثلا وتسريحة شعره، وطبعا شياكته لازم يبقى شيك عشان يخدم الكاريزما. يعني مثلا أنهي أحلى، عادل إمام ولا نور الشريف كشكل؟ طبعا نور الشريف. بس مين أكتر كاريزما وأكتر شياكة؟ مين؟ هسيبك أنت تحكم. وطبعا أنا مقصودش أي حاجة أو أي إهانة للأستاذ نور الشريف أو أحمد زكي، أنا بس بشرح وبحل. بيرسونة عادل إمام، يعني أول ما أجي أقول لك كده مثلا كريستيانو رونالدو هتفتكر إيه غير صي؟ طب جيت قلت لك عادل إمام هتفتكر إيه غير رفعت حاجبه؟ هو ده الذكاء، اللازمة بتاعته، عمل لازمة تميزه عن باقي اللي حواليه. واللازمة دي عشان يخليك ما تزهقش منها، ما هو بيعملها برضو على مدار 60 سنة. عشان يخليك ما تزهقش منها يعمل إيه؟ يعمل لك كل الأنواع وكل الأدوار اللي أنت ممكن تحلم بيها، بس عمره ما يتنازل عنها ولا عن شخصيته الكوميدية. يعني مثلا هتلاقي إيه؟ أكشن كوميدي، سياسي كوميدي، رومانسي كوميدي، اي حاجه، بس برضه مش هيتنازل عن شخصيته الكوميديه. وسواء انت بتحبه او ما بتحبوش، بس لازم تعرف اللي هو عادل امام. وزي ما بنقول اللي هو في كريستيانو رونالدو في مجال الكوره، لازم نذكر ان في عادل امام جه في مجال الفن. بس كده يا معلم، حلقتنا خلصت. انا عارف ان دي يعني اطول حلقه في القناه كلها يعني، بس حلقتنا خلصت. اتمنى تكون عجبتك. قولي رايك في الكومنتات، وما تنساش بالله عليك تدعي لاخواتنا في كل حته. كان معكم ياسين محمد من راديو 70 70.